السلام عليكم. مش هتتخيل معايا المرة دي، لأ، انت كده كده بتصحى متأخر، بتجري علشان تلحق شغلك أو مواعيدك، وتحس إن اليوم من أوله ضاع منك. فلو عايز تبقى ناجح ومنتج بس دايما حاسس إن الوقت بيطير منك، جهز ورقة وقلم وتعالى معايا. كتاب معجزة الصباح لهال إلرود هيديك روتين صباحي بسيط هيغير حياتك عشان تبدأ يومك بطاقة وتركيز وتحقق أهدافك. الكتاب ده مش بس عن إنك تصحى بدري، ده عن إزاي تحول أول ساعة في يومك لمعجزة بجد. الفكرة الأساسية: ابدأ يومك بطريقة صح. هال إلرود بيقول إن أول ساعة في يومك هي اللي بتحدد إزاي باقي اليوم هيعدي. لو بدأت يومك بفوضى وتأخير هتحس إنك متلخبط ومش مركز، لكن لو بدأته بروتين إيجابي هتبقى أكتر هدوء وإنتاجية. إلرود نفسه مر بتجربة صعبة لما كان عنده 20 سنة. اتعرض لحادث سيارة كبير خلاه في غيبوبة لمدة 6 أيام، والدكاترة قالوا له إنه مش هيمشي تاني، لكنه قرر يصحى بدري ويبدأ يومه بروتين معين، وده ساعده يتعافى ويمشي تاني ويحقق نجاح كبير في حياته. روتين 6 خطوات لمعجزة الصباح. الورقة والقلم بقى علشان نسجل ال6 خطوات. إلرود بيديلك روتين صباحي وهو مكون من 6 خطوات بسيطة علشان تبدأ يومك بطريقة فعالة. رقم 1: السكوت. ابدأ يومك بهدوء، سواء بالتأمل أو الدعاء أو الصلاة. الهدف إنك تركز على نفسك وتستعد ليومك. مثلا إلرود بيحكي عن سيدة أعمال كانت دايما متوترة بسبب شغلها في شركة تسويق. كانت بتصحى الساعة 7 صباحا وتبدأ يومها بسرعة من غير تركيز. لما سمعت عن روتين إلرود قررت تصحى الساعة 6 وتقعد 5 دقايق في هدوء، تتنفس بعمق وتدعي إن يومها يكون هادي ومنتج. بعد أسبوعين لاحظت إنها بقت أكتر هدوء وبتتعامل مع مشاكل الشغل بتركيز أكبر من غير انفعال. رقم 2: التأكيدات. أنت عبارة عن شخصين، أنت ونفسك. قول كلام إيجابي لنفسك علشان تحفزها وتغير طريقة التفكير. إلرود بيحكي عن شاب كان بيشتغل في قسم المبيعات، وكان دايما بيحس إنه مش منتج كفاية لأنه ما بيحققش أرقام عالية. بدأ يطبق التأكيدات. كل يوم الصبح يقف قدام المراية ويقول لنفسه أنا شاطر في شغلي وهقفل صفقة كبيرة النهاردة. بعد شهر لاحظ إن الثقة زادت وبدأ يقفل صفقات أكبر، ومديره حتى عرض عليه ترقية بسبب تحسن أدائه. رقم 3: التخيل. إلرود بيقولك تخيل نفسك وانت بتحقق أهدافك وحس إنك فعلا وصلت للي انت عايزه. وبعديها بيحكي عن رياضي جري 100 متر اسمه مايكل، كان نفسه يفوز بميدالية ذهبية في بطولة وطنية. مايكل بدأ كل يوم الصبح يقعد 5 دقايق يتخيل نفسه وهو بيجري في السباق، بيسمع صوت الجمهور بيشجعه وبيحس بفرحة الفوز وهو بياخد الميدالية. النتيجة كانت إن مايكل فعلا فاز بالميدالية في البطولة لأنه كان مستعد نفسيا قبل ما يتدرب جسديا. رقم 4: التمرين. حرك جسمك حتى لو 5 دقايق علشان تنشط نفسك. إلرود بيحكي عن كانت بتصحى كل يوم تعبانة بسبب مسؤوليات البيت وتربية الأطفال. الأم قررت تطبق الروتين وبدأت كل يوم الصبح تعمل 10 دقايق تمارين إطالات بسيطة في الصالة. بعد أسبوع لاحظت إنها بقت أكثر نشاطا وما بتحسش بالإرهاق والتعب بسرعة، وده ساعدها تكمل يومها مع أطفالها بطاقة أحسن. رقم 5: القراءة. اقرأ شيء ملهم كل يوم الصبح علشان تتعلم وتحفز نفسك. إلرود بيحكي عن راجل أعمال كان دايما بيقول إنه ما عندوش وقت يقرأ. لما بدأ يطبق الروتين قرر يصحى بدري ويقرأ 10 صفحات من كتب تطوير الذات كل يوم. بعد شهرين كان قرأ أكتر من 600 صفحة في كتب تطوير الذات، وبالتالي اكتشف أفكار كتير جديدة ساعدته يحسن شغله، وبدأ يطبق استراتيجيات جديدة زودت أرباح شركته بنسبة 15%. رقم 6: الكتابة. اكتب أفكارك أو أهدافك كل يوم علشان توضح اللي عايز تحققه. حط نوتة جنبك وانت نايم، وأول ما تصحى خدها معاك وبلاش الموبايل على الصبح كده. إلرود بيحكي عن طالبة جامعية كانت دايما متلخبطة بسبب امتحاناتها ومهامها كتير. بدأت تكتب كل يوم الصبح في دفتر صغير 3 حاجات عايزة تخلصهم النهاردة.
زي هراجع محاضرات الكيمياء أو هكتب مقالة للمادة. بعد شهر لاحظت إنها بقت أكثر تنظيما ودرجاتها اتحسنت لأنها بقت مركزة على أولوياتها. خصص روتين لنفسك، مش لازم الساعة كاملة. إلرود بيقول إنك مش لازم تعمل الروتين كامل لو وقتك ضيق، ممكن تعمله في 6 دقايق بس، دقيقة لكل خطوة. مثلا إلرود بيحكي عن أب كان بيشتغل في البنك وكان عنده مواعيد صباحية كتير. الأب قرر يطبق الروتين في 6 دقايق، دقيقة يتأمل فيها ويدعي، دقيقة يقول تأكيدات زي أنا هكون مركز النهاردة، دقيقة يتخيل نفسه وهو بينجح في اجتماع مهم، دقيقة يعمل تمارين خفيفة زي القفز بالحبل أو الجري في المكان، دقيقة يقرأ صفحة من كتاب، ودقيقة يكتب هدف واحد لليوم. الأب لاحظ بعد أسبوعين إن الروتين القصير ده خلاه أكتر هدوء وإنتاجية في شغله، والموضوع فرق معاه جدا نفسيا وبدنيا. النقد: إهمال الصباح بيضيع يومك. إلرود بينتقد عادة إننا بنصحى متأخر وبنبدأ يومنا بفوضى. كتير مننا بيقول أنا مش بشتغل كويس الصبح أو أنا بشتغل أحسن بالليل، بس إلرود بيقول إن ده بيخليك تضيع أهم جزء في يومك. بدل ما تبدأ يومك بسرعة وقلق، ابدأ بهدوء وتركيز. زي ما اتكلمنا في كتاب زي العادات السبع للناس الأكثر فعالية، الناس الناجحة دايما بتبدأ يومها بطريقة منظمة. نصايح عملية علشان تطبق معجزة الصباح. إلرود بيديك خطوات واضحة علشان تبدأ. الصحيان بدري، جرب تصحى ساعة قبل ميعادك المعتاد، حتى لو 30 دقيقة بس. ابدأ بالسكوت، اقعد 5 دقايق في هدوء، تنفس بعمق وادعي أو صلي بخشوع. قول التأكيدات، كرر كلام إيجابي زي أنا هنجح النهاردة. تخيل أهدافك، تخيل نفسك وأنت بتحقق حلمك وحس بيه. اعمل رياضة، حرك جسمك حتى لو 5 دقايق تمارين بسيطة. اقرأ واكتب، اقرأ من 5 ل10 صفحات ملهمة واكتب 3 أهداف لليوم. الفكرة النهائية، معجزة الصباح هي إنك تصحى بدري عن ميعاد صحيانك ساعة، وتحول أول ساعة في يومك لروتين إيجابي يساعدك تحقق أهدافك. إهمال الصباح بيخليك تضيع يومك من أوله. جرب روتين ال6 خطوات وهتشوف فرق كبير في طاقتك، تركيزك وإنتاجيتك. وطبعا لو عجبك الملخص ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر علشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده. كان معاكم محمد إيراني.